السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. مساء الخير عليكم يا جماعه وعلى كل الناس اللي بتشوفني على صفحتي العامه. على راي كابتن محمود الخطيب، انا مش زعلان منه، زعلان عليه. طبعا يعني عيب كل شويه مسؤول كبير يقول معلومه للناس والمعلومه تكون غلط، وعيب الناس تزعل من المعلومه الحقيقيه. من امبارح بعد مباراه النهائي الباسكت البال، وهنا بنقول مبروك للنادي الاهلي وجمهوره الحصول على البطوله. في النهايه النادي الاهلي فريق مصري وبيحصل على بطوله كبيره زي البطوله الافريقيه لكره السله، ولكن بعد البطوله طلع علينا مسؤول وبعض الصفحات الاهلاويه بتقول لك النادي الاهلي هو اول نادي في العالم يتاهل لكل الالعاب الجماعيه. وده يا جماعه يتاهل، خدوا بالكم من كلمه يتاهل او يصل، وده يا جماعه غلط. المعلومه الحقيقيه ان نادي الزمالك هو النادي المصري اللي وصل لكل بطولات كأس العالم للأندية، وصل وتأهل. نادي الزمالك أنا كنت كابتن الفريق في بداية الألفية الثانية، وتأهلنا لكأس العالم للأندية، ولكن لم نشارك في البطولة بسبب إلغاء البطولة لأمور متعلقة بالرعاية الخاصة باليابان أو الشركة اليابانية اللي كانت هتستضيف هذه البطولة. تم إلغاء البطولة، وبالتالي هذا ليس ذنب نادي الزمالك. نادي الزمالك تأهل ووصل فعليا لكأس العالم للأندية لكرة القدم، وأنا كنت كابتن الفريق. تمام. نمرة 2، الزمالك تأهل أكثر من 5 مرات لكأس العالم لكرة اليد، وكان أول فريق مصري يصل لكأس العالم لكرة اليد للأندية. تمام. كمان الزمالك تأهل لكأس العالم للأندية لكرة الطائرة، وذلك كان في 2009. هل الزمالك فقط في الكرة الطائرة رجال؟ بل من ايام قليله ايضا الزمالك تاهل لكره الطائره سيدات بعد فوزه بالبطوله الافريقيه لكاس العالم للانديه، واللي هيقام في الهند، باذن الله في شهر 9 اللي جاي. طيب، كمان نادي الزمالك من سنتين فاز باول بطوله بال، البطوله الافريقيه لكره السله، واستطاع انه يفوز بيها، وتاهل نادي الزمالك لكاس العالم لكره السله، وايضا لم تلعب البطوله لاسباب خاصه بالرعايه ايضا، الله اعلم. لكن في ذاك الوقت علمنا جيدا ان فوز نادي الزمالك بيأهله لكاس العالم للانديه لكره السله. فكره بقى البطوله اتعملت واتلعبت دي مش قصه نادي الزمالك، بدليل ان الاهلي تأهل لكاس العالم لكره القدم اكثر من 5-6 مرات ولعب في البطوله. ان الاهلي تأهل مره واحده تقريبا لكأس العالم لكرة اليد، او مرتين على ما اتذكر، ولعب البطوله. ان ايضا النادي الاهلي تأهل لكأس العالم للكرة الطائره، وايضا اخيرا النادي الاهلي تأهل ووصل لكأس العالم لكرة السله، لكن لم يلعب حتى الان، لم يشارك. الاهلي لم يشارك، وبالتالي احنا بنتكلم على وصول وتأهل فريق، بدليل النادي الاهلي لم يشارك حتى الان في البطوله وبيعتبر ان هو وصل وتأهل. وبالتالي لو احنا عايزين نقول المعلومه الحقيقيه، يبقى الزمالك هو اول فريق مصري وصل وتأهل لكل البطولات العالميه للانديه في الالعاب الجماعيه المرتبطه بكره القدم، بكره الطائره، بكره السله، وبكره اليد. ده بالنسبه كمان حتى والكره الطائره سيدات. دي المعلومه الحقيقيه. اللي زعلان من كلامي يقول الكلام الصح، اللي زعلان من كلامي يقول لي لا كلامك غلط والحقيقه 1 2 3. لو انت هتقول لي لا احنا بنتكلم عن المشاركه، طب انت لغايه دلوقتي ما شاركتش في كره السله، ولغايه دلوقتي ما بتقولش مشاركه، انت بتقول وصول وتأهل. لا، لو شفنا على كل المواقع، وشفنا على المسؤول الكبير كاتب ايه، وشفنا على بعض الصفحات الاهلاويه، وشفنا حتى على مش عارف مواقع زي يلا كوره، قال لك تأهل. عارفين يعني ايه تأهل او وصل غير المشاركه. وبالتالي نادي الزمالك هو من تأهل لكل البطولات الكبرى الجماعيه في كأس العالم للأندية، لكل البطولات الكبرى تأهل، لعب في كل البطولات، لكن مثلا ما لعبش في كرة السله، لسه ما لعبش في كرة الطائرة سيدات، هيلعب شهر 9. تأهل في كأس العالم وانا كنت كابتن الفريق في كرة القدم، وحتى عملوا المجموعة، وكان كان معانا فريق من اسبانيا، وكان حتى الرجاء المغربي مشترك من افريقيا. الرجاء وفي ذاك الوقت كان مشاركه فرقتين،
وكان تقريبا 12 فرقه حاجه زي كده. كان الرجاء من افريقيا مع الزمالك في ذاك الوقت على ما اتذكر يعني. فحبيت اصحح المعلومه، كتبتها على بوست عندي، لقيت كتير قوي من الاهلاويه بيشتموا او بيتريقوا او بيتوهوا، لان مفيش حد عايز يرد على المعلومه الحقيقيه.